السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيث ماذي سمع الزن ماني مثجام ذاخري ثماث النغني غبار ثماث النغ نطحب الزيوم اختبذوت انت مزيغ توغوس الدين وم نيخ البرنامج نوم ثفوت نورون ثخرستا نهارا أيث ماذي سمع الزن هذا السور موضوع الابتلاء والصبر، لأنه رمو من ماني ما يوفى الابتلاء يخصى هذا يسيري الصبر باش هذا يواجه الابتلاء ني قمة كاين خيث ماذي سمع الزن انغزار الفقرات المحاور الحلقة هي ثانيتا وادغاو من ذور باش نسيور بتفصيل ان شاء الله تعالى ذي الموضوع. وان الله اذا احب عبدا ابتلاه، سيدي ربي العالمين تحب باين لي صبار خصنا شي يحب ربي العالمين صبار غير هاك الصح النشقه تريد مليح سي ميزي غاخد تصغي معوسه واش هذا حين سيدي ربي ضام قران ويدي حد لا يعني ان ابتلى سيدي ربي شنحاش قصافي قد الدنيا قد قضى. هيثما هذه يسمع الزن يخص السن بان الدنيا مارة الابتلاءات. بنادم من غيكيدا ويسين من دس غيوقع عندي ثلاثه، خاصه ذي الزمان غيدين تعيش يجن الزمان كثان ديس الفتان، كثان ديس يمخون بارد المشاكل، لذلك كثان ديس حتى الابتلاءات سويني خصنا خطاس الصبر باش نعيش ذي الزمانه ونتا. وفي الحقيقه الابتلاء الصبر ربدت مونان ما مشننا، لانه وزمار بوادين يري شن الابتلاء مبر الصبر، والصبر ربدا يتيري يقلب ابتلاء. ولكن يوذان ذي الموضوعان قسم ثلاثه. النوع الاول ويس باشا يتقسو الظن ذي الله سبحانه جل وعلا ما ريق في ثغاو سنان ما ريب ثلاثة ربي غادروس أتفذ يسخض يتكوا يتمنغاغ يكعا ويتجيبو مليح ونيتو غاسبو رجا. النوع والسناين أيث ماذي يسمع الزن الجن يعني يقبر سمين دسي وكشا الله سبحانه جل وعلا سواء ذر هراش نخمين ما يعنى يصبا يتق حسن الظن ذي الله سبحانه جل وعلا ونتاغج الإنسان موفق. والثلاثة الجن موفق كتا وتجي صباوها إنما يعظى، لأن الرضا يجي المرتبة التام قران تخصبا ونتا يعظى ويشكى صدى ربي العالمين خمين داسي وكشا فونتا ضم قران دايسن وذوانتا الصبار الأنبياء ثم الأولياء أيث ماذي يسمع الزن ورمومن من ما يوقعاس ذرخا، لأنه سواء ابتالى ربي يصبى سواء نقث مليح فهو في نعمة. الرسول صلى الله عليه وسلم من دقيقة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث صحيح عند مسلم. فيا مسلم مركا يرق في شنخا يتشكى الله سبحانه جل وعلا، ومركا يرق في شان الشر يصبى يحمد الله سبحانه جل وعلا. ذواني تغيد جند رمومن ربدا قث مليح سواء يهرشني غيقنفا سواء غاسني خوا غاس سواء يبتلى ربي العالمين الفقر نخس الغنى، المهم يتغيم رمومن ربدا إذ رمومن ما مش نزرا ذي الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخصنا السنة ماذا يسمع الزن إلا قذني ربعة نيوذان ربعة المؤمنين أتفذ وذي حد يجاري ندير الابتلاء نسن قران، ولكن فانت ذكور نسن صبان ترجان الجزاء نسيض ربي العالمين اذان سمين دسني وكشا الله سبحانه جل وعلا. بل اكثر من ذلك انت في تقن الخير ذي الجمعيات، انت في تخلطني وذان، انت في تقن الدروس طماني وذان باش الصبان خلي ابتلاء ونثني اكثر الناس يبتلى سيدي ربي العالمين واتشتشين الا مولانا سبحانه جل وعلا تقرب نغاس في الدعاء باش خصني هذا باش خصني فارج وتتان فارج الامه تكمر وتجبوين ثنيوها. ايث ماذي يسمع الزن يخصني رزقينا ان شاء الله تعالى انحاول انيري اكيسن مروان جينز زيسن قمه كاين خيث ماذي يسمع انظار يجن مشهد تمثيلي وضعوا من ذور ان شاء الله.
يصغق يومار واس بس ما في سرماني الطاس ما بالخوضة في الطاس الخدمة التقرير يحنجع التراغن تمزيد التراغن ما مشي صغق ما مشي صغق قال الباي ما مشي صغق. مازوق مازوق صباري خفنش كلشي كفوس نسيض ربي العالمين اتقي الله حنجان صار رزق نسون إما وساق هنتختصد غير هاك الصح فنش قتريد مليح سيميزي غاخد تصغي معوسة يمشي خمي غف غزنقذ مشى يدير قبابي سرمان ما جاني كيلو ثني ذا جزنزغ ما بنخوضه ما ينجز سويق هذا يد صغير ما بيحنجان خصاص الدفاتير خصاص دي الله يديك وذا يتعزي يجديف مازوق مازوق يرخو غير هاك الصحنش الله يهديك هاك الصحنش ارد غير قنفيذ ان شاء الله تكاتب الخيضانش اتريد مليح وش هذا حين صدابي ضام قران ويدي حد غير هاك الصحنش وها مازوق. حيث ما يسمى تزري ما كاين خذين مشهدا اريز اني يهرش يتشتشا يتفكا قماوص يتفكا مرمي غيقنفا مرمي غيكار هذا يخدم يتفكا هذه الزوات نيوذان في الحقيقه واني تمشي التمثيلي ولكن من يتجندي الواقع نخطا اتفذ بنادم ما مشينا ما ريهرش غادروس يتشتشا يتعرر حار خثم غاث خطاوى النص يطوبوذ كانه انت هرشن واحد نغني وايهري الشام. وفي الحقيقه المؤمن يخصها غادي هذا القدر من الله سبحانه جل وعلا لانه من يعني الايمان اصلا الاركان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره التصن قيث مثنخ خمني يتخس انت كوشن القدره الصبح ينجح نخي في الخدمه نخي مدش نخي تزدغاس وحنجا يعني يطارو نخي الى غير ذلك يفرح يتمنس القدر الحمد لله. ولكن خمني تغيب تالا ربي العالمين هذه يهرشني غادي السوق عشان حجت السريد يتشتشا يترو يسخض يتكوا ويعطيشا القدر من الله سبحانه جل وعلا. لذلك المؤمن يؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن مرة تلاحظ ما كاين من يصبح عندي المقطع يعذن الخوعات هو الصبر من المرأة ثم غاث الناس تصباري ثم تتصبا اي ولا كير خاذ خفناش غاث القنفيذ ان شاء الله تعالى رب العالمين هذه حين والتقنيض دعاميث نفسيا معنويا باش يدي القنفه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجه الصالحه او المراه الصالحه. الدنيا ذا المتاع ولكن من ديسي الصباح ذي الدنيا يطاس ما ريوكش رب العالمين يجي تبغاث صالحه تصباريش تعاونيش خل هموم الدنيا تقارش وكسبوا همي وماواص يقول خاذي الصحة نجد مزوا السق وذا جد مشى غير قامة تاني يتجا زوجة صالحة فلا بد ذي السق ذرخا ما هو ذي السق ذرخا اشي حسب الله سبحانه جل وعلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقارن خيث ما يسمع عزا إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فرب العالمين إذا أحب قوما ابتلاهم. رب العالمين ما يحبش يوذان يتبتلاثن نهارش غيبتلى رب العالمين يخصها تستنذي الله يحبيش وبعد الحب يأتي الاجتباء. إذا ابتلاك اجتباك إذا أحبك ابتلاك وإذا ابتلاك اجتباك واصطفاك وفضلك ما مشي قاغي الأنبياء الأولياء الناس. والابتلاء ايثما ذي يسمع عزا ما مش نزر هذا الحديث بنادم مش حما يصبا مش حما يتوي رجاء الطاس مش حما يسخض مش حما ويتوي برجاء يكسر حريقها. والابتلاء في الحقيقه غيتيري المؤمنين. والرسول صلى الله عليه وسلم من يقار رمي توسقسا ناس يا رسول الله اي الناس اشد بلاء قال الانبياء ثم الامثل فالامثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء النثني يبتلى سيد رب العالمين الطاس وصبان رومي صباني وضرج الدرجة الطام قرنت نهار مار نقار وني غني ذا
عليه السلام، آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرة نزج خسن تداري تنسرخا لأنه صبان صوضا ثبرة سن. والأنبياء أشد الناس بلاء ويتبتلى سيدنا رب العالمين الطاس الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، تسند الأولياء، تسند الصالحين، العوام ديوذان البسطاء ذيني ويصبان الطاس البلاء وخا يبتلى رب العالمين غادروس. وما مش نزر هذه الحديث بنادم يتبتلى سيدنا رب العالمين على حساب الدين النس، وني غتجي الإيمان يقوى يتبتلى ربي الطاس، وني غتجي الإيمان يضعف وها يقارس ربي وني تدعب الضعيف غاد بالتالي غادي يكفاني غادي يكشن حجث فيرحمه الله سبحانه جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم مش نزر هذه الحديث انه وني غيبتلى سيدنا رب العالمين هذه صبا يرسق ديس البلاء اني غيمسح مر السيئات الناس، لان وني غيهرشن يعني ما يلزم مكفرات الذنوب، ما هرشد وش الصباط استغفار رب العالمين تحمد تشكات رب العالمين يتكسخك الذنوب النش ماره. فايثما ذي سمع الزن ما مشكين اختزريم الانسان يتبتلى رب العالمين على حساب الايمان الناس، على حساب الدين الناس، على حساب القوه الناس، ورب العالمين ما يبتلاش يخص تستند بانه اقي يخص شرخا. ايثما ذي سمع قمه كينخ انظار من قان المواطنين ذي الراينسن ادغاو من ذور ان شاء الله تعالى. اتصل آيات السور خصبة الابتلاء اتصل نيوذان ابتلا نسيج حاجت تفقيثن ذي الدنيا دورن ذي الدنيا كوريكتو. وني غيصباني الابتلاء غاسيج نرجع ضم قران الله سبحانه وتعالى سيدي رب العالمين قران غذي القرآن يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني جنرجع ضم قران الله سبحانه وتعالى سيدي رب العالمين قران غذي القرآن إن الله مع الصابرين ربي أقفكني صبان. مثلا يجي مالتوغا مثلا شراب نيخي وقاسيج الحادثة تسير لأن توغا نتيس الشراب خميد غيفاق غادي في الصحة نسيار زكجو فوس نيغ ضاع يقارس شوف سيدا بيبرايس لاك سيدايا باش ادق عقرينو بنادم يهرش يتشان خفنس هي وقاقي غامو يقصوا يقطع بولا زيار رحمة ربي بوكا رحمة ربي طم قرانت. فعلا ايثما السماء ما مش تسلام الطاس نقوذان يبتلث الله سبحانه جل وعلا وصبان وتغالب ابتلاء اني ذا سنيقا سيدي رب العالمين الازمه اني يتخسني هوان تغين السبب باش اذتوبن الصرحن اذ عقبن الله سبحانه جل وعلا. شحال بنادم ما مش نسرا غتيري استشاره يقالك سيدا من بعد يتفقد يقارز يقلك سيدا من استشاخ وهذا يوقع والو. الله اكبر سيدي رب العالمين يخصوات متيخشا خل حالني لانه مريم موت يستشا ادي يبعث يوم القيامه يستشا الانسان يبعث على ما مات عليه. فيسفقث سيدي رب العالمين يتيري الابتلاء ني ديج السبب باش هذا يتوب. الهرش كذلك التصنيو ذا هرشن من بعد السنين السبب يزي هرشن قانس الحمد لله رمي رب العالمين ذا خيسشن الحقيقه يزين هرش اتف تيري الششان حجت تيري جنس شان السحر يذوري يدكوري توي هذا زقوذان اذا سيقين لان رب العالمين الشان السن قارس شمال زج ديك هرش فغاك العبدينو حظا يخفنش. وايثما ذي يسمع الزن يخصن السن جار الابتلاء ذا العقاب لان التصنيو ذا قانا شو دي يورد الكفار هدشان هذا الكفار كذا يتبتلى سيدي رب العالمين ما يغفر الذنوب بالعكس لان تفذ بنادم ويجيبوا قبرين سيدي رب العالمين يقى الشرك يقمولنا ياذى المؤمنين ونتا الهرش النس اتفذ العقاب زي سيدي رب العالمين لانه ظالم رب العالمين يتعاقب يدخل الظلم مني الجور مني. ولكن المؤمن بالعكس رب العالمين يتبتلث باش هذه يصبى باش هذه يغفر الذنوب يعني السيئات باش اخس يتوب الله سبحانه جل وعلا. فذي الرفاق لا بد تنفهم ان شاء الله تعالى باش واخا تختلط الامور ذي القضيه يا الابتلاء ذي العقاب. الابتلاء غالبا يتيري مقرون الصبر لانه زمان السور الصبار من الابتلاء بنادم يفغي يصبر مروث يبتلي رب العالمين كذلك وزمان السور خلي ابتلاء من الصبا لانه والني ويصبان يتوحسب وياضيشا
القدر نسي رب العالمين ما مشنا. الله سبحانه جل وعلا قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ثم قال ذي الآية النغني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فونيتد الابتلاء يتبتلى يخرب بشمارس الخير شمارس الشر قوتجي الابتلاء قانت الشر وها بل شمارس قانت حتى الخير انت بنا ملابس عليه غاس التمنيات وايتزكي ونيتي يبتلى رب العالمين سوا قراني غاس اتفد غايفتني تزرزير بانكويا غون نغنيزي الشركه غثانيتا فاول نسو شان تخدم كيناس الاحتجاج الى غير ذلك يبدا التفذ ياروينا يبتلى. ويقال الله سبحانه جل وعلا كذلك حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ما تغير سنيوذان هذا سنطاك هذين قانومين وشواني فتن مارثوا من لابد يفتن الله سبحانه جل وعلا لابد يبتلى شان حجت خاصة ذي الزمان غادي نتجا تقول كارن الزمان الفتن ماني مسار اذا غنبو بالنش ديال المشرق نيض المغرب اتفذ فتن كثيرة نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله ان يفرجها عن هذه الأمة. ف والنسبان ايثما يسمع الزنخ الفتن غاسي جنج عظام قران وسيدي رب العالمين يتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقارز القرآن واصبر وما صبرك إلا بالله ثم يقارز فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والله سبحانه جل وعلا كذلك يطمع المؤمنين الصبر مش صبان الأنبياء لأن القدوة المؤمنين الأنبياء يقارس يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وذي الآية النغري والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. في الحقيقة أيها الأحباب آيات كثيرة تسور الصبر ولكن الآية تمزيانت مريس ريس المؤمن هذه فحطا سميت على الآية والله يحب الصابرين. سيدي رب العالمين يتحب بين صبان تخصي داش يحب رب العالمين الصبار رب العالمين يتوارى من ديت الجيد يتوارى الهرش النش يتوارى تمار النش يتوارى الفقر النش يتوارى المشاكل اللي تعاني ذيك النش يوثسن ديني يوجن الصبار تقدي خف النش واتزريد والو واتسريد والو ثقاذا سقاذا يخدس رب العالمين سمين الزهد جخ ذي الدنيا الاخيره نيثني قال يخدس رب العالمين سمين الزهد جن مرا واني يخدس ذي الدنيا قال يخدس ذي الاخيره وغاسل ماني غياورن. ثم رب العالمين يعني يثنى اهل الصبر يقال سبحانه جل وعلا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما مش نزرى ذي الآية يتم اسمها يعزن ثم يتوصي واصبروا إن الله مع الصابرين. ثاني تكتار رب العالمين يتحبش وقتكيك إن الله مع الصابرين مالكيك رب العالمين مش غيخصن واش يتخصي والو أو ما واش ما يتخصي والو أو تشما. وكذلك هذه الآية النغني وآية عظيمة سبحان الله القرآن كله عظيم ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ثم يقرأ في آية أخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذي الآية النغني وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. آيات كثيرة أيها الأحباب باش نصبر الطاس يخصى أن تمسك زي الدين وانزج لأن الله تعالى يربط الصلاة الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة. أي قارئ في آية أخرى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. آيات كثيرة أيها الأحباب أن اكتفى القدر وانتصد رب العالمين هذا يوفق باش أني ريز قني يصبان خلي ابتلاء أيث ما ذي اسمع عزن قمة كينخ انظار التعليقات نخ الاراء ذي الاسئله المواطنين نضعهم من دور ان شاء الله تعالى. مخمبر يتخسى هذا خارن جهدان يخسى هذا قوان ماشي هذا صضعفن يني هرشن خصنا هذوك نخصي رب العالمين شافنا صيد رب العالمين عن صيد رب العالمين وطيح نبو غايث بيب قادين التصني وذان طاح غايث بيب نتزن السكانيرات الدواوات انتس مسائلين واسيف دنوالو مع الاسف واسيف دنوالو نيني تقدر نزيار رحمه الله ربي شحال دواوات شحال خساقتين شحال تيم مسلاين
قواقن فيه ولا إني نورمالمون لا معنى إني خصها وايتيلي شا أتغزان غير رب العالمين أدني شافها يعني لابد الأزمة تزدخ أواناس النجاح ذي شا نحاج ماشي لأن يتخص بنادم هذه ضفا لو ديستانس القدر نس لا يعني أن ابتلى يصيد بش نحاج قصافي قد الدنيا قد قضى مادام قيعد ودين بوش نحاش دائمة ذي الدنيا سواء كانت الصباح واحد حريق ما مش نسن انه الدنيا دار ابتلاءات بنادم يهرش بنادم اصل المشاكل يعني الحاله الماديه تقريت الصحه تقريت خوش خصها تسقسي العالم النغ ما الجزاء انسان ونسبان ماري الابتلاءات حيثما هذه اسمها تزريم الاراء يعني مثلا المواطنين كوريج المنقه ولكن اتفقا انه الابتلاء ديال الامتحان ديال صدار رب العالمين المؤمن يخصها يصبا الى غير ذلك ولكن جو مثلا ان بانه بنادم ما يهرش يخصها يصبا ويتحوض بيب ويتح كذا لا بالعكس روح خوض بيب توكل على الله سبحانه جل وعلا ثاني اعقلها وتوكل فالمؤمن يكسس الاسباب لا بد من الاخذ بالاسباب تحت خوض بيب تسوي الدعاء الى غير ذلك ثم توكل الله تدعي رب العالمين شي شفاء لان ثني الاسباب وها الشافي والعافي هو الله سبحانه جل وعلا ما مش لنا يجوش مثنخ ما مش نزراد ما مش نسرى الخعاد انه الفرج يتزدواني الازمه بنادم يتيري ذي الازمه كذا رب العالمين يتويز التسع وجيت الدواناس القران قارخي كواراكيس ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا ويجن العسر ويزمار ذي غرب اثنين اليسرين لذلك المؤمن يخص ذي الصبار والفرج قد يس باذن الله تعالى واخا توارث الشريع عطا ولكن ما ري عطا قد نجن حكمه صدار رب العالمين يسن رب العالمين ما يمي عطا الابتلاء ايثما ذي اسماء ممشنا ذي النعمه وغاز فوائد كثيره ومرس وضن غير وقت هذا نظام بعض الفوائد ومن بين الفوائد الصبر على الابتلاء ايثما يسمى عزا تكفير الذنوب ومحو السيئات لان بنادم خمين الذي تبتلى صدار رب العالمين وشا يصبى يتكفى خس الذنوب يغفى راس مره من يقى ان شاء الله تعالى ثم والسنين رفع الدرجه والمنزله تيري غاسيش الدرجه ثم لانه اللي يصبان يتقعد ذي المرتبه وكذلك يتحسس الشعور بالتفريط في حق الله تعالى واتهام النفس يتلوم ما يخفي الناس يقارس رميتو غزما ذيك السجود وذكيخ رميتو زما ذيك الركوع وذكيخ رخو قد زاد جخر كواسي يا ربي شفايا باش الشعب غنيشان الى غير ذلك ثم زي الفوائد الناس كذلك انه يعظم ثواث التوبه الذل الانكسار بنادم يتعقب خاص يضرب بالعالمين باش هذه توبه تاع درباري يمكن تيري يغفر يتفقد سر هرش النين ياخذ الابتلاء النين سوين يتقوى الصله جارز ضرب بالعالمين ثم يتحسس الالام ذي المعاناه يوذاني يتجان هرشان يوذاني يتجان محرومين ونشي غنخذ يعرف في السنم المرض السرطاني انتشر الطاس باش هذيك كارما غاسي كرا غادي يعاون يثماس غادي يدافع على انت باش هذيك نشان مستشفى السرطان الى غير ذلك ماني غعالجن يمهرشا يعني يتحس الضعفاء ذي المرضى ثم يتيري الايمان الناس يقوى صلى الله سبحانه جل وعلا يدكر غاس اليقين واليقين يجن درجه التمقران زي درجه الايمان يثما يسمع عزا فمرة هذه الفوائد وفي الحقيقة هذه فوائد كثيرة ولكن هذا خصك شي الوقت باش خصنا السيور أنا اكتفى السنة أنا خزار يجو سقسي يجو مثلا قارخ ما جزاء الذي يصبر على الابتلاء من يعني الجزاء وني يصبان خلي ابتلاء في الحقيقة وني يصبان خلي ابتلاء الجزاء نظام قران له شرف عظيم وأجر عظيم أما الشرف العظيم فذي الآية الكريمة إن الله مع الصابرين ربي يقتكيك ذي نشان الشرف كتاز قوانيتا غاربي غا كيشيري اما الاجر العظيم في قارخ رب العالمين مش نزر هذه الايه يعذون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب اقول اني صبان رب العالمين يتشاسي الرجاء ضاب قران وكيسي ديك قاع الحساب رب العالمين يسن رجاء الناس وحدث ايث ما هذه السماء نخزاش الاسئله وذفنات غا سبحان البرنامج في الحقيقه تصنع اسئله نخضار يجي ثناين يجي السؤال يجو مثلا قارخ ما هي الامور التي تخفف البلاء على المبتلى فالانسان ضعيف فعلا الانسان ضعيف يتسقسخ الامور يعني غيخفن شويه بنادم يغادش الابتلاء مساله زوار الدعاء لان الدعاء يتار البلاء لابد بنادم ان يكون ملحا في الدعاء لان الله يحب العبد الملحاح والسناين الصلاه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان
إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة، والحديث عند أحمد. والثلاثة الصدقة، وفي الأثر داووا مرضاكم بالصدقة، واني غادي تشوف مهروش يبتلى رب العالمين غادي داوى الصدقة. والسابعة تلاوة القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كذلك ذي الدعاء المأثور الآية القرآنية: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فبنادم ما وقعتش المصيبة هذه الصبارة ديالي إنا لله وإنا إليه راجعون، رب العالمين خاص يخلف ما نحسن إن شاء الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقال إنما الصبر عند المصيبة الأولى، ذاني تخص غادي يري الصبر غصدمان نثم زواروت. السؤال أن قالوا ما يسمع عزن يتسقسانخ ومثنخ: ما هي مراتب الصابرين؟ من عنات المراتب الصابرين؟ توزر الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء الرسل الاثنين يغادج المرتبة قرانت ذي الصبر. نزرى سيدنا أيوب القصة نسيق المرض يعني مش حيصبر، قصة سيدنا يوسف كيد النساء ثم السجن، ثم القصة سيدنا إبراهيم يقباباس من خسي الساكد المشركين الكفار إلى غير ذلك. وأعظم الابتلاء ابتلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبر رمي يوضج الدرجة قرانت أنه حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أواني المرتبة تزد المرتبة الأولياء الصالحين، ثم الأدنى فالأدنى عامة الناس إلى غير ذلك. ولكن يخص هذه السن الإنسان يثمر السن أن وني غيبتلى رب العالمين قيحب بيث يخص رخاء ويمكن يسوي الجديد يشان حج الطام قرنت الحكمة نسوة السن إلا الله سبحانه جل وعلا. قد يعلمها الناس وقد يجهلها الناس، ولكن الله سبحانه جل وعلا بكل شيء عليم. أيث ما يسمع عزا إنما الله يجزيكم بخير ويقي من دي الزمان برا الابتلاء. والني ويبتلي رب العالمين السمغاث يبتلى سميس، والني غاد جمس مليح يبتلى سباباس، ثمغاث التفذي يبتلى سوارياز، أتفذ كورشي مليح الأسرة ولكن يبتلى نسوى الجاذع عفاني تقيس المشاكل إلى غير ذلك. ني ختفذ يبتلى ربي الفقر، وذيني ربعاد يبتلى رب العالمين الغنى رهاني قوا قرا غير غيفني في سند جهنم والعياذ بالله تعالى. وذيني وني يبتلى رب العالمين الظلم، ذيني ويبتلى رب العالمين المرض ذي هرش، ذيني ويبتلى رب العالمين السحر ذي صحان منخاس إلى غير ذلك. فالابتلاءات كثيرة والعياذ بالله تعالى. لذلك نسأل الله سبحانه جل وعلا أن يبارك في صحتنا وأن يبارك في أهلنا وأن يبارك في دنيانا وديننا وأخرانا، باش إن شاء الله تعالى ما ريبتلى ينخر رب العالمين نصبر ونتاسد رب العالمين مروان زمار نصبر خنخ يافع الابتلاء باش أنيري زي الحامدين زي الشاكرين زي الجوذان المؤمنين إن شاء الله تعالى. أيث ما يسمع عزا أردني تاغي خصي وذر وقت نتترسي رب العالمين كوم المسرقة ديشان حلقة النغنية نخديشان البرنامج النغنية نقراوم رمضان مبارك سعيد. هذوم يقارب بالبركة مار يذوم كني وذ الأهل الوم هذه يقارب بالبركة مار ذي الأمة يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أردني تنقراوم من تجكني وذي رمان هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.